السلام عليكم. اي واحد من حقه انه ما يتفرجش في هذا الفيديو، لان انا كنت يلا خاسر المغرب بحال هكا ويطلع لي راسي كندوي ما نتفرجش في راسي، ولكن كنخوي معكم قلبنا شي شويه. هانئا المنتخب الوطني المغربي المشوار اللي دار في كاس العالم، لعبوا 6 ماتشات بحال كاس العالم الاخر. وصلنا انه اللاعبين كانوا مرهقين جدا، وفرنسا فريق كبير. تمام، فرنسا فريق كبير، بدل 5 د اللعابه وبقى بالون دور في التيران، ودخل باركولا كيدردق وهذاك ماتيتي ما عمري سمعت به، وعلى كونترول وعلى دورة. شكرا ياسين بونو على التصديات ديالك الرائعه، شكرا لانك كنت حاسم، شكرا لانه بفضلك تماركاو لنا 2 بيوت. اما كنا نعمروا بلغه الكره ونهضروا واضحين ونكونوا صريحين، ما عندناش المستوى باش نواجهوا فرنسا دابا، يمكن اكثر من 2022. ماشي عاود لعابه ضعاف، لانه فرنسا زادت تقوات، راه الطغيان هذا ماشي كره. مستوى كبير عندهم لاعبين، غتفهموا علاش هذيك الفرقه ساويه مليار و700 ولا 800 مليون اورو، يعني تقريبا 4 المرات القيمه السوقيه ديال المنتخب الوطني المغربي وديال اغلب الفرق اللي شاركوا في كاس العالم. ما فايتين مليار دولار الى البرازيل والانجليز وفرنسا، يمكن حتى اسبانيا قريبه عليها. عييت من نحاول نحس بشويه ديال الامال، ولا نقول هما غيتحركوا، هما غيجيبوا البيت، هما غيطلعوا. دابا كانوا عارفين القيمه ديال المنافس، وكان عليهم ضغط كبير وفرنسا بدات هايجه. شفتوا الماتش الاول ديالها بريمير ميتون كونتر السنغال، كانوا مويان، عاد لعبوا الدوزيام ميتون. فرنسا دخلوا باغيين يحسموا الماتش من الاول، وشدينا معاهم الميطه الاولى. وانا قلت لكم الفضل الكبير كيرجع لياسين بوروني، وتصدى لضربه جزاء وتصدى ل3 ولا 4 ديال التسديدات اللي كانت خطيره جدا، ولكن ما اون افي با لي زوتي باش نتحاربوا. الارتداد الهجومي ديالنا كان ضعيف، الارتداد الدفاعي حتى هو كان ضعيف. ماشي على ود اللعابه خايبين، على ود الارهاق، على ود المسافات الطويله اللي قطعوا، على ود هذه 6 مباراه في كاس العالم، واللي هي تقريبا ليكيفالون ديال نصف النهائي في كاس العالم الاخر، اللي المغاربه لعبوا 6 مباراه في نصف النهائي. وعلى ود فرنسا حتى الماتشات اللي كانوا عندها سهل من الماتشات اللي لعب المغرب. فرنسا لعبت ضد السنغال والعراق اللي زون بالادي، ولعبت ضد النرويج اللي يمكن كانت كاع ما باغا تطلع في الطابلو الاخر، دونك حتى النرويج لعبوا مرخيين. الماتش ديالها ضد السويد كان نزهه، وشويه الباراغواي نات التعصا ولا التخربيق، ودوك الماتشات كيقدروا يهربوا لك شي مره. المغرب لعب ماتشات صعب مع البرازيل، مع اسكتلندا. الضغط اللي كان عندنا في الماتش ديال هايتي واخا ريحنا شويه التشكيله الاساسيه، ولكن ملي كتقول ريحتي التشكيله الاساسيه ركبتي 5 د اللعابه ماكسيموم. الماتش مع هولندا كان صعيب بزاف 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 بزاف، وصلنا فيه الاشواط الاضافيه والدراري استنزفت طاقتهم. الماتش مع كندا حتى هو ما كناش فيه في المستوى في الشوط الاول، ولكن داركنا الامر. وهنا فين كيبان لك بان المنافس ملي كيكون قل منك بواحد الدرجه ولا درجتين كتقدر تدارك الامور. مع فرنسا صعيب انك تدارك، وما نقدرش نفهم هذيك الفهمه ديال واكون هجموا في الاول واكون داروا. تهجم وانت موراك مبابي واوليسي وديمبيلي ودوي، وهادو ما يتجم، هادو تجمعوا في طياره طيح، بقاو السرعه. دونك هنيئا للسي وهبي لانه اثبت بانه مدرب كفء، هنيئا لكل لاعبي المنتخب الوطني المغربي، هنيئا للطاقم المساعد، هنيئا لينا بهذا المنتخب اللي ربما هو في التوب 10، ربما هو ماشي ربما اكيد انه في التوب 10، ولكن باقي ما وصلش لمستوى المنتخب بحال فرنسا. فرنسا بحال اللي كيقولوا بزاف ديال المعلقين هي برازيل الجيل الجديد، يعني كتوصل ليها كيسكتوا لك الماطر. وكنظن بانه اسبانيا والارجنتين ولا النرويج ولا اي فرقه دابا غدوز تلعب ضد فرنسا خاصهم يخافوا على راسهم. وطلب واحد اخر، وسمحوا لي الفيديو طويل، ما تجاوبوا مع حد في لي ريزو سوسيو، الله يرحم لكم الوالدين. كنا قلنا سمكها، كنا قلنا بزاف ديال الحوايج. علاش؟ لانه هذوك الناس حنا كيبدا تعيب انك كيقول لا تثيرون الفتنه. اي واحد يثير الفتنه مع بلد واحد اخر، بعدا في هذوك الدول اللي حنا سنفابا معاهم في مواقع التواصل الاجتماعي، هذوك الناس كيثيروا الفتنه وسط بلدانهم عندهم مشاكل ما بين الفراقي وما بين التوجهات السياسيه، وديما هما مولفين الدباز. يعني هو ملي كيجي يلتيك سوغ ان ماروكان ولا كيجي كيدور ليك، هذيك الساعه هو كيمارس شي حاجه اللي مولف يمارسها وحياته كامله وسط بلادو. نتلاقاو في منافسه اخرى وفي مناسبه اخرى،
وربما هذه فرصه باش انا نرتاح شويه من لي ريزو سوسيو ونعيش لو دوي ديالي على خاطري. ولكن رغم ذلك فخور بالمنتخب الوطني المغربي، وتصبحوا على خير.